السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. تعالوا معايا النهارده بسرعة كده أقول لكم وصفة تحفة جدًا، عجينة وهمية تقدروا تحشوها حلو أو حادق. أنا هاعملها معاكم النهارده بالنوتيلا، وطبعًا تقدروا تحشوها بالجبنة أو أي حشو تاني يناسبكم. نبدأ على طول ونشوف هنعمل إيه عشان نعمل الوصفة التحفة دي. أول حاجة هاجيب النوتيلا وهاجيب ورقة زبدة وهابتدي أحط عليها قطع كده من النوتيلا بمعلقة صغيرة، يعني كمية مناسبة للحشو. هاخلّص كل كمية النوتيلا اللي أنا عايزاها بنفس الطريقة. بعد كده هندخّلها الفريزر علشان تتمسك شوية ويبقى من السهل إن إحنا نستخدمها في حشو العجينة التحفة دي. وعلى بال ما النوتيلا بتاعتنا تتماسك هنبتدي كده في العجينة بتاعتنا. معانا 5 كوبايات من الدقيق، وزنهم بالجرامات حوالي 600 جرام، ده دقيق لجميع الأغراض. حطيت عليه نُص معلقة صغيرة من الملح، كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من السكر. هاقلّب كده كل المكونات الجافة دي مع بعض بالشكل ده. بعد كده هاضيف عليهم علبة من الزبادي، يعني حوالي نُص كوباية، وزنها بالجرامات بالضبط 100 جرام. بعد كده هاضيف كمان ربع كوباية من الزبدة السايحة، يعني 50 جرام من الزبدة السايحة. وبعد كده هابتدي أضيف مَيّة دافية بالتدريج. المَيّة بتاعتنا هنا حوالي كوباية بس، تضيفوها بالتدريج لحد ما تتكوّن معاكم عجينة طرية ملزقة شوية كده بسيط زي ما أنتم شايفين، ده القوام بتاعها. هالِم دلوقتي كده العجينة وهاحطها في بولة وهاغطيها كويس. هنسيبها في مكان دافي حوالي ساعة إلا ربع لحد ما تخمر معانا. طبعًا في الجو البرد ده ممكن تاخد أكتر شوية، يعني ممكن تاخد معانا لحد ساعة لحد ما يبقى شكلها معانا بالشكل ده. دلوقتي كده هابتدي أفضّي منها الهوا بتاع التخمير. بعد كده هنبتدي نقطّعها لقطع صغيرة. حجم القطعة طبعًا تقدروا تتحكموا فيها زي ما أنتم عايزين. أهم حاجة إننا نحاول نخلّي كل القطع حجم واحد، تكون شكلها كده متناسق. طبعًا هنقطّع كل الكمية بنفس الطريقة دي. بعد ما أخلّص كل الكمية برضه نغطّيها، عايزين نحافظ طبعًا على العجينة بتاعتنا تكون طرية. وبعد كده هنبتدي نفرد. هنبتدي بأول قطعة معانا، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله مديانا كمية حلوة، يعني تقدروا بقى تعملوا منها صينيتين، يعني صينية تعملوها بحشو حلو والصينية التانية ممكن بحشو حادق وممكن بالجبنة وكده، يعني زي ما تحبوا. دلوقتي النوتيلا بتاعتنا بعد ما اتجمدت هيبقى سهل أوي إن أنا أحشي بيها. زي ما شفتوا كده أنا فردت قطعة العجين، بس ما فردتهاش أوي، يعني حافظت كده شوية على سمك فيها. وهابتدي أحط النوتيلا وأقفل عليها كويس جدًا بالشكل ده. لازم نتأكد إننا قفلنا حلو أوي علشان ما تفتحش معانا أثناء التخمير أو الخبز. بعد كده باجيب شوية من السكر عليهم شوية من القرفة، وبابتدي أحط وش العجينة كده من غير ما أدهنها أي حاجة، هي بتلزق فيها كده كمية مناسبة، لأن طبعًا العجينة بتاعتنا طرية جدًا. باخلّص كل الكمية بالشكل ده وباغطيها تاني وباسيبها حوالي ساعة إلا ربع تاني لحد ما تخمر معانا وتبقى بالشكل ده كده. هندخّلها بقى دلوقتي الفرن في الرف الأوسط. الفرن بيكون متسخّن كويس على درجة حرارة 200 لحد ما تاخد معانا اللون التحفة ده، بتطلع مستوية وتحفة جدًا. العجينة بقى مش قادرة أوصف لكم قد إيه قطنية وقد إيه طرية، تقدروا تزينوها بالشكل ده أو تسيبوها زي ما هي كده، هي كده تحفة جدًا. زي ما أنتم شايفين كمان النوتيلا شكلها قد إيه وهمي جواها. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، أتمنى إنكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. أشوفكم على خير.